بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح. هي دي كانت هتافات جماهير الاهلي النهارده اثناء لقائها مع الشبيبه. طبعا خليني اكلمكم على كواليس لقاء النهارده اللي اشتعل بشكل قوي جدا في نهايته. يعني النهارده قبل بدايه اللقاء جماهير الشبيبه اللي كانوا موجودين النهارده واللي كانوا داخلين على الاستاد كده كانوا شايلين في ايديهم اعلام الجزائر واعلام الاهلي، وقالوا قبل ما يدخلوا كده يعني اللي هم والاهلي اشقاء، وقالوا اللي هم بيحبوا ابو تريكه جدا. لو كلمتكم النهارده قبل انطلاق اللقاء طبعا جماهير الاهلي بالكامل اول لما لعبتها نزلت تسخن هدفهم بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح. الهداف ده كان بيزلزل كل ارجاء استاد برج العرب. طبعا قبل بدايه اللقاء حصلت اكتر من مشجع اهلاوي وقعوا كده من اثناء تشجيعهم، في مشجع يعني نزل بشكل قوي جدا، لكن يعني خرج طبعا مع احد الضباط اللي كانوا موجودين. طبيب الاهلي اتدخل بشكل سريع جدا وراح وخده ودخلوا على غرفه اللعيبه عشان يعالجوا جوه. اكتر من حد اتصاب قبل اللقاء. طبعا لو كلمتكم على اجواء اللقاء جماهير الاهلي اللي موجوده في نص الملعب ما بطلتش هتافات من اول اللقاء لاخره. اول لما جه الجول الاول كان حاله من السعاده القويه جدا على كل الجماهير اللي كانت موجوده، اللي اشعلت شمروخ كده واحتفلوا بيه بشكل قوي. كل الجماهير اللي كانت بتغطي معظم استاد برج العرب النهارده احتفلوا بشكل قوي جدا. اول لما جه الجول الثاني كمان كان في حاله من السعاده القويه، بدا الانفعال بقى يظهر على دكه الشبيبه. يعني شدوا كده مع المراقب ومع حكم الرابع اكتر من مره وكانوا منفعلين جدا بسبب قرارات حكم اللقاء. اول لما انتهى الشوط الاول بقى كل جمهور الاهلي هتف لمروان محسن وهو خارج سقفوا له بشكل قوي. الشوط الثاني بقى الدنيا كانت متوتره جدا، جمهور الاهلي كله كان بيهتف لعيبته العبوا برجوله. التوتر ده كان باين على لعيبه الاهلي اللي كانت بتسخن النهارده. يعني ازارو والشحات كان واقف باين عليهم يعني التوتر كده والانفعال المستمر مع كل هجمه بتيجي الاهلي. لكن النهارده بقى حسين الشحات قبل ما ينزل هو اللي كان باين اللي هو نفسه يشارك، فضل اكتر من مره واقف عمال يبص على دكه الاهلي، كان متوتر جدا وده كان باين عليه اللي هو نفسه يشارك في الماتش النهارده بقى كل جمهور الاهلي اول لما جه الجول الثالث كان في حاله من الاحتفالات القويه جدا جدا جدا. احتفلوا ويعني هتفوا من الكابتن محمود الخطيب اللي كان موجود في المدرجات واللي رد عليهم بقى الهتاف النهارده، هتفوا له بشكل قوي كل الجمهور هتف له بيبو بيبو. يعني كان في حاله من السعاده القويه النهارده. كابتن محمود الخطيب يعني بعد الجول الثالث على طول بدا يغادر الملعب حوالي في الدقيقه 83. كان باين ان هو مرتاح وكان باين ان السعاده القويه عليه هو والكابتن عمرو فاروق وكل مسؤولي الاهلي اللي كانوا موجودين النهارده. لكن خليني اقول لكم ان كان في اكتر من حاله اغماء موجوده النهارده وسط جماهير الاهلي، اكتر من مشجع وقع من المدرجات وبدا كده المسعفين يروحوا ويلتفوا حواليهم. كذا واحد كان موجود لدرجه ان المشجعين بداوا يشيلوا بعض كده، بداوا يشيلوا المصاب واللي مغمى عليه ويطلعوه لهم من على الحديد. كان كتر التشجيع يعني عرض اكتر من حد للحالات الاغماء. اول بقى لما انتهى اللقاء حاله من السعاده القويه جدا عند كل جمهور الاهلي اللي بداوا يحتفلوا بقى على طريقتهم الخاصه كده. مجموعه بدات يعني تهتف كده يا زمالك الدوري في الجزيره ويحتفلوا بشكل قوي. مجموعه ثانيه بدات تحتفل بالسيلفي وبداوا يرقصوا كده وهم بيتصوروا سيلفي. هتفوا من النهارده بقى كل جمهور الاهلي لمحمد الشناوي وسقفوا له بعد انتهاء اللقاء. محمد الشناوي راح ويعني وحياهم كده. جمهور الشبيبه بقى النهارده هو اللي كان حريص برضه اللي هو يحيي لعيبته. اول لما خلص اللقاء سقفوا لهم وراحوا لعيبه الشبيبه يعني حيوهم. كابتن سيد عبد الحفيظ برضه كان حريص ان هو يروح يسلم على مسؤولي ودكه الشبيبه بعد انتهاء اللقاء. حاله من السعاده القويه اللي بيعيشها كل جمهور الاهلي النهارده بعد انتهاء اللقاء. هتافات في كل ارجاء الاستاد، احتفالات خارج الاستاد وهم طالعين كده ومغادرين. مليون مبروك النهارده للاهلي على تصدره مجموعته الافريقيه، وباذن الله يعني موفق تلاقي مشواره الافريقي.